السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى جايين بفيديو روتين تشجيعي. يلا قومي تشجعي انت وهي بقى، وتشجعي معايا كده عشان نقوم نروق ونشوف اللي ورانا ايه. بما ان النهارده تلات فبحس اليوم دوت شويه تقيل كده، فقلنا نتحرك فيه ونجري اليوم مع بعضنا. قلنا نروق الركنه بما ان الحمد لله الشقه مترقه، بس الركنه بما ان السماوسان دي بيبقوا قاعدين فيها على طول قدام الشاشه فبيبقى فيها بهدله شويه. كان الاستاذ ابراهيم معدي كده كان رايح يخرب حاجه يعني اكيد. المهم بصوا منظر الركنه، ما يسرش ولا عدو ولا حبيب. انا طبعا كنت مشغله اي اغنيه انا بحبها، وقمت بقى ايه استاذ ابراهيم الحمد لله ربنا كرمنا ونام بسلام. هندخله بقى ينام جوه ونقوم بقى نشوف ورانا ايه. عايزين نغير يعني نبص ناخد الركنه دي ننضفها من فوقها لتحتيها كلها، لان ربنا يبارك يا رب السما والسندي على طول بيروقوها يعني. بس طبعا مش زي ترويق انا يعني، هما بيكنسوا بس كده من على الوش، لكن مش بيجيبوا من وراها ولا بيروقوا مظبوط. الترويق اللي على مزاجي يعني بمعنى اصح. متنسيش بقى لو انت اول مره تشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده كنت جايبه طماطم وحاجات من السوق وانا جايه من الشغل. وبصوا ادينا بقى هنفضي كل حاجه يا جماعه بجد. الركنه معاها الترابيزه اللي انا بعملها دلوقتي. الترابيزه دي بتوسخ بطريقه رهيبه. هي بصراحه ربنا من حقها، لان على طول هي عايزين ناكل نحطها، عايزين نشرب حاجه نحطها، عايزين هي لو حد معدي في الشارع عايز يطلع عليها هيطلع ياخدها يطلع عليها بالمره. عايزه اشوف لها حل، مش عارفه لو في حد عنده افكار ان احنا نعمل ركنه او نحافظ على الترابيزه دي باي طريقه يا ريت تقولوا لي. انا فكرت اجيب لها استرتش كده واعملها بيها بس لقيته هيتقطع يعني. انا بغسلها كل فتره على طول لان احنا على طول بناكل عليها برضه. مسكت بقى الركنه الحمد لله الركنه عندي متحركه يعني مش ثابته، والمخدات بتاعتها كمان متحركه. هنمسكها بقى وننضفها، ودايما امي ربنا يديها الصحه دايما بتقول لي ايه، نعمل اللي فوق ينزل على تحت، يعني ننضف الحاجات اللي فوق الاول وبعدين ننزل ايه على اللي تحت. مسكت بقى الركنه حته حته كده بالمقشه وكنستها، وتقريبا عملتها يعني انا كمان عملتها بفوطه مبلوله كده، بس مش عارفه انا صورتها ولا لا بصراحه. نزلت عليها. بصوا اللي انا بنضفها دي السرير. عايزه اقول لكم اللهم بارك اللي هي تقيله جدا، انا لما اجي بحركها محتاجه حد معايا. بصوا جيت احط هنا المخده بتاعتها لقيتها مش مظبوطه، لان انا عندي الركنه فيها شطره كده، الحيطه دي فيها شطره شويه مش جايه عدله. رصينا بقى مع بعضنا الركنه اهو، وهنشيل. انا كنت فرشه السجاده دي عشان كان ابراهيم بيلعب عليها وبان الحافظه دي عندي اتبهدلت لان لونها فاتحه، فمن اقل حاجه بتبان فيها. هي الخامه حلوه بس هي من اقل حاجه بتبان فيها. بصوا اللهم بارك بجد يعني خامتها جميله اهو. هنفضها بقى كده ويلا بقى قومي بقى الشجاعه زي كده، وقومي امسكي مقشه وجاروفك ومسحتك واشتغلي. ما الحاجات دي اساسيه معانا تقريبا، احنا بننام ونقوم ونحلم بالحاجات دي. هنكنس الصاله بقى كده مع بعضنا والحته حته، يعني المكان مش عندي كبير لان الركنه كلها مره واحده، فمن الحته حته واكنس من وراها عشان خاطر ننضف اللي وراه. زي ما قلت لكم البنات بيروقوا بس مش الترويق اللي على مزاجي اهو. هحاول اجرها واحده واحده كده، ادينا هزقها كده. بصوا انا لقيت حاجات فيها ولقيت وانا بشيل الركنه لقيت تحتها فلوس كمان ما شاء الله، كنت تقريبا عاملاها حصاله. بصوا يا جماعه السيراميك اللي ورا دوت كان ده اصلا الصاله دي كانت منور، كان الحته دي كانت منور واحنا فتحناها عليها، حبيت اوسع الصاله يعني، فهتلاقي لون السيراميك مختلف شويه. وبعدين والدي الله يرحمه ربنا يرحمه يا رب ويرحم امواتنا واموات المسلمين، كان عامل في الشقه هنا كان كل اوضه ليها لون سيراميك معين، يعني مش هتلاقي عندي اوضه لون التانية. هنلاقي مثلا اوضه النوم لون، واوضه الانتريه لون، واوضه الاطفال لون، والمطبخ الحمام لون تاني. وهو كان بيحب يشكل اهو. بصوا عندي هنا لون وده لون، ما هو انت لو خدتوا وقت تحسوا لونهم مع بعض اورنج بس في اختلاف يعني. انا كده ايه مسحتها بالاريال ودعكتها ورحت رصاها. يا جماعه انا عايزه اقول لكم تحسوا اكيد كلكم كده بتحسوا بطراوه كده في الشقه لما تروقوها وتحس ان الشقه هاديه ومتروقه بجد. هو ده الانجاز. فرشتها بقى بما ان الحافظه التانية اتبهدلت، فانا فرشت السجاده دي كانت عندي هي برضو لونها بيج لايق معاها يعني. ونولع عود بخور بقى. وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتقولي انت بتبداي منين في شقتك وبتحسي براحه نفسيه في انهي اوضه بالظبط. انا عامه بحس براحه نفسيه في الركنه. بصوا بجد بقى شكلها كده جميل اللهم بارك بجد حلوه. عايزه اخد رايكم كمان ان الحيطه اللي فيها الشاشه دي عايزه اعمل فيها حاجه. فكروا كده معايا وقولوا لي نعمل فيها ايه، اعمل فيها ارفف ولا اعمل فيها مكتبه اللي هي جبس ديت. فكروا معايا يعني قولوا رايكم، ادينا بناخد اراء بعض. انا كده خلصت الركن خلاص. بصوا بقى هي دي الراحه النفسيه، وحدثوني عن راحتكم النفسيه في اي مكان. كل سنه